الولاد طلبوا سجق، وبما ان ماما دكتورة تغذية فاكيد هعمله بطريقة صحية يا جماعة. يبقى يلا بينا بقى نعمل الهيلثي فيرجن للسجق. في الاول قطعت السجق حتت صغيرة بالمقص وشوحته من غير اي فرفوت الدسم خالص لحد ما لونه اتغير واستوى، وبعدين ضفت مية مغلية عليه عشان يطلع كل الدهون اللي جواه، وسبته بس دقيقتين على النار كده مع المية، وفي مصفى الحوض صفيته علشان بقى مش عايزين دهون زيادة عشان حضرتك نحافظ بقى على قلبنا وشراييننا ووزننا. سيبته بقى على جنب وهعمل البطاطس بتاعت السجق. طاسه سخنه حطيت فيها معلقتين كبار زيت زيتون، ايوه يا جماعه طعمه مش بيبان في الاكل ما تقلقوش منه خالص. وشوحت البصله لحد بس ما اصفرت شويه، وضفت 5 طماطميات مضروبين، ما بصفيش البذر والقشر عشان احافظ على شويه الالياف اللي فيهم. ضفت شويه ميه وهسيب بس الطماطم تبتدي تتطبخ شويه. هقطع البطاطس صغير وهسيبها تاخد غلوه كده في الصلصه، وبعدين هضيف السجق اللي اوريدي استوى. اسيبهم بقى على نار هاديه واغطي علشان ياخدوا ويدوا مع بعض والاكل يطلع طعمه حلو جدا. جربي الطريقه دي وبجد مستنيه رايك، وبعتيها لماما اللي بتحط نص علبه الزيت او السمنه في الطبخه، وبجد لو عجبتك يا ريت تدعيلي.